تخيل أن تسافر في الفضاء بلا حدود، بلا أصوات، بلا جاذبية، ثم في لحظة ما ترى أمامك جسما أسود تماما، لا يعكس نورا، لا يظهر شكلا. إنه الثقب الأسود، يبدو ساكنا، لكنه في الحقيقة وحش جائع يبتلع كل ما يقترب منه، الضوء، الكواكب، وحتى الزمن نفسه. وإن اقتربت منه لن تشعر بشيء في البداية، لكن حينما تتجاوز ما يعرف بأفق الحدث تبدأ رحلتك إلى المجهول، لا عودة بعد تلك النقطة. كل شيء فيك يبدأ بالتمدد، لا بسبب سحر أو لعنة، بل بفعل الجاذبية الهائلة. رأسك وجسمك يتجهان نحو المركز بسرعتين مختلفتين، فتتمدد كأنك شريط طويل من المعكرونة. يسميها العلماء سباجيتيفيكيشن أو تأثير المعكرونة. وفي الداخل لا أحد يعلم، لا قوانين الفيزياء تعمل هناك، لا زمكان، لا بداية ولا نهاية. هل ستنتقل إلى بعد آخر؟ هل تنضغط معلوماتك في نقطة صغيرة؟ هل يمكن أن يكون هناك كون آخر بداخله؟ كلها أسئلة بلا إجابة. ما نعلمه فقط أن من يدخل لا يعود أبدا. سبحان من خلق هذا الكون العظيم وسخر لنا من أسراره ما يذهل العقول.